سيف النار تلفت، ترى الأرض صارت يبابا. جنات تراهم عداة ذئابا، أحالوا الحضارة صارت خرابا. جنون الجنات دعاهم إلى أن يعادوا الحياة، فصارت مواد. سيف النار تحليت بالحزم لا تنتني، سيف النار وعزمك صلب فلا ينحني. شديد على من يعيت فزادا، لطيف لطيف مع الضعفاء مع الأبرياء، ليحيوا على أرضهم بأمان، وتحيا ابتساماتهم بشفاء. زهورا سقاها السحاب للمياه، وتحيا ابتساماتهم بشفاء. زهورا سقاها السحاب للمياه. سيف النار تثبت وحارب عدو الحياة. انت دورك كذا كذا، وده دوري كذا كذا، وده دوري كذا كذا، وانا دوري كذا كذا، دري علشان ما حيغلط يوم هو بكون هين. هو سالم خير، سمعت انه باقي شهر للعيد الكبير ولا لا؟ سمعت. ها يعني قدك داري. وسالم روح لك البيت، غسل راسك بصابون ولا بثايت، أنت تقول ذلك؟ وعمل لك مقاص ولا مشاط ومشطة، بدل ما هم كبشع هكذا مثل حق الجندبة محل القى وجهه. أجل حملت بالزكنثة. اليمن بياس كل حاجة، وكنا غنيين وكل شيء، كنا نحارب احنا كل المكان، وطلع كل النعاس به وزراعات والحشيش والعلف ذا كل شيء هناك. كان كل شيء رخيص، الحين كل شيء ناري. الحبة هذا الترى الواحد تدري كم؟ 500 ولا 600. انت مجنون دقيقة. الحبة السفري 350. اياها السفري الشوكولاتة 100. يا تمام. الحبة النصها ب10 20. مالي كل شيء ناري.
يمن، كان بلادنا خضراء جنة. كان يمن شوف يمن دحين خربها شاف الشمس تموت، اقسم بالله ما عاد تعيش في هذا البلاد. ودحين كيف؟ لا خرجت قالوا ارجع لك صدق بالفيروس كورونا. نقول هذا فيروس كورونا مش نافع لك، واحنا نقول يلا تمام بعدكم تصدق. والناس خرجوا قالت يجي يشتري لك مخدرات، يجي يشتري لك سكريت، يجي يشتري لك صامنتاه. جاي يقول لي مرض كورونا، مش مرض كورونا، جاي يضحكوا، جاي هذا يطفعوك دقيقة. طعم لذيذ أحسن من البقالة. هذه تكلمنا هذا الزمان الأيام، هذا كنا الخبر كنا على الإيمان. سمعت الكلام واحنا نقول من البلاد اليوم. قد ذيك اليوم ما كنا نحارب احنا والمقاومة. ايوه لقيت على حرب، اقسم بالله اني حرب. بس انا من حصلت وظف قبل كذي كاشف كان واحد فينا اختبينا ورا. ايوه لقيت على حرب اليوم. دحين اليوم نخرج انا علي القات والغدا وكل حاجه. وانت عليك مو؟ انا عليا سيدي شيكي بيكو. يا سلام. اسمع أيها الهمام، لا شك أنك سمعت بالكنوز التي أخفاها الأحباش وهم يفرون من هذه البلاد على يد التبع ملشان العتيد. أتذكر شيئا عن هذا. جدي الرابع أخمنان كان يقطن هناك في الأعلى،
أعلى الجبل آثر التنسك أسوة بالزاهد سمعان العبودي، مبتعدا عن شر الناس من حوله ومبرهنا لهم أن الإنسان بالروح لا بالجسد. ولما علم أن سمعان قضى حياته كلها فوق العمود، بنى هذا العمود متأملا أن يقضي حياته فوقه، لكن المنية سبقت أمله ذاك حين داهمه الأحباش وقتلوه. أبصر كنز. بالطبع لا، فقد عمل جدي على طلسمة كنزه هناك في الأعلى. الكنز الذي بقي عصيا على حكماء أقصوم وآخرهم سقرديس اللعين. سقرديس؟ وهل تعرفه؟ نعم، أنا الذي أعرفه. قل لي ماذا تريد مني؟ رجل واحد من سلالة التبع ملجان يستطيع فك طلاسم الكنز. على أي حال لست مضطرا إلى فعل ذلك. سأفعلها أيها الحاكم الذي جعلكم تشاءون من أجل الكنز. إذن ضع قدميك هنا واقفز إلى أعلى الصخرة. هيا. ستدخل من هذا المكان. في الداخل سترى ملك ملوك الجن. ستجد تحت سريره حسام ملشان، وفي عنقه لوح ابن آثار. اللوح والسيف فقط، وإياك أن تنظر إلى وجهه. إياك أن تنظر إلى وجهه. والآن احفظ عني هذه الأحجية. النار. تحليت بالحزم لا تنثني، سيف النار. وعزمك صلب فلا ينحني، شديد على من يعيت فسادا، رقيق لطيف مع الضعفاء مع الأبرياء، ليحيوا على أرضهم بأمان، وتحيا ابتساماتهم بشفاء، زهورا سقاها السحاب المياه، وتحيا ابتساماتهم بشفاء، زهورا سقاها السحاب المياه. سيف النار. تنبت وحارب
هو الحياة.